السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن احوال. جيت نشارك معكم الرحيل ديالي والتماره ديال الجميع. هاد الفيديوهات كيبغيوهم بزاف ديال العيالات، كيبغيو ياخذوا افكار حتى هما كيكونوا مقبلين على الرحيل. فهنايا كنصور معكم، انا راه جيت لداري ليله قبل في العشيه، انا وراجلي خليت وليداتي مع ماما مقابلاهم، وجيت باش نجمع في خاطري لحقاش لا جبت معايا الدراري. ما راكم عارفين الدراري الصغار غيرونو كيبرزطوك، خصك تعطيهم الوقت، خصك طيبي لهم ياكلوا، تقابليهم، يعني داكشي باش ما جبتهمش معايا خليت ماما مقابلاهم وانا جيت نجمع الرحيل. هنايا الطريقه باش جمعت الكواش روليتهم ودرت ليهم السلوفان. خديت البنات السلوفان الكبير ديال 1300 فيه 500 دوره. الاوليه بالنسبه لحوايجي انايا لواو ليا كلشي. شي حوايج ما كنتش بغيتهم يتلوّاو ماشي مشكل، ولكن الحاجات اللي خفت عليهم أنهم يتحطّوا في الأرض ويتغبّروا ليا، ملي يكونوا الدراري اللي كيهزّوا ليا الرحيل ما يحطّوهمش ليا في الأرض. هاد البونجات لويتهم وغندير لهم واحد القنبة، دابا نوريكم. هنا هاد الكراطن درت فيهم الطباسل ديال الزاج من تحت والفوق، كمّلت بالبلاستيك باش ما تجيش الكرتونة تقيلة بزاف، وغادي نسدّها بالسكوتش. وهادي فيها شي بلاطويات وفيها لي روبو، الطحانة، الميكسور والهاشواغ. كمّلت أي بلاصة بقات ليا خاوية كنكمّل بالبلاستيك ولا شي حاجة تدخل ليا في هادوك البلايص اللي كيبقاو خاويين في القناة، كنعمّر بهم. هاد الشبكة تا هي درت فيها واحد الكويشات صغار، غندير فيها الصلاية، ندير فيها المهم أي حاجة شاطت ليا بعد الألعاب ديال الدراري هاكا. ديك البانيو فيه واحد الطاوات ديال الفران، وواحد الطابلويات ديال الزاج لويتهم في السلوفان تا هُما، ها هُما. لويت كل وحدة بوحدها وعاد عاوتاني لويتهم بجوج في مرة. وهنايا التلفازة غادي نخليوها آخر حاجة حتى يبغي يتهز الرحيل، ديك الساعة راجلي غيحيدها ويديرها في الطونوبيل، ما يديرهاش مع الرحيل باش ما تهرش. عندكم البنات التلفازة تمشيو ديروها مع الحوايج في الهوندا. المهم أنا كنشارك معكم الحوايج والجميع والتمارة والروينة الرحيل، و ميم طون كندير لكم جولة في الدار. داري ما كنتش كارية هادي، راه داري. المهم البنات أنا كريتها وغادي نتحول لأسباب. هادي عندي هي الصالة، بالليل كنا جبنا الماطلة هنا باش الصباح نبدا نجمع في الحوايج، وبالليل جمعت شي حوايج في السيكان ديال الشمال. ما كفاناش الوقت مع مشى الحال بغينا نعسو بكري باش نفيقو اون فورم ونبداو عاوتاني الجميع. تا الماطلة غادي نلويها بالسلوفان. هنايا الطبعة اللي كنوريكم في اول مره فاش غادي نرحل لداري، حطوها لي الدراري في الارض وما عرفت شنو قاصها تما ديك الطبعه عييت من حكا مبغاتش تخرج. داكشي باش قررت هاد المره كلشي نلويه بالسلوفان. وديك الكاشميره شاطو ليا عاود شي لي زور درتهم في وسط منها ولويتها ومباليتها بالسلوفان كذلك. وواحد البوفه حتى هي عندي جوج بوفات دايراهم مع الكنابيات، وحده راه شفتوها في البيت الاخر اللي فيها الالوان دايره فيها الالعاب ديال الدراري، هذيك راه لويتها كذلك بالسلوفان. وهذه عاوتاني الكاشميرات وكويشات ديال الدراري داكشي عاوتاني عمرتهم، نفعوني حتى هما عمرت فيهم هزوا ليا بحال صنادق. وهنا الكنابيات نتوما كتشوفوا كلشي مغلف. هذه الماطله ديال بنتي حتى هي مغلفه مزيان، كنابيات هكا في الجناب. هنا كنا يلا فطرنا، باقي ديك كاس اتاي ما هزيتو والخبز. المهم هنايا البنات في البيت الروينه نايضه، الماريو باقي ما تخواش النص فيه، حيت انا كنت بديت بحوايج ديال الشتا بديت كنجمعهم. كانوا عندي شي حوايج تحت الناموسيه وشي حوايج في الماريو، داكشي باش كيبان لكم الروينه. صافي دابا اليوم ما شاء الله غادي نكمل هادشي اليوم، يعني في هاد النهار هذا رانا كملت الحوايج كلشي تجمعوا وحلينا الناموسيه حتى هي باش لويناها حتى هي الراس ديالها بالسلوفان. المهم غادي تشوفوا كلشي في الاخر كيفاش درنالو. الكوزينه حتى هي مرونه وصافي. انا كنساليكم في الدار، دايره لكم جوله مع الرحيل. الدار تبارك الله مشمشه عندي نهار كامل.
أنا سادة باش الشمس ما كتدخلش ليا للدار عاوتاني باش ما كتوليش الدار سخونة. صافي باقي الناموسية ديال بنتي هنا خصنا نحلوها. بالنسبة للمخاضر أنا درتهم في ليزور. بالنسبة للزرابي والطابيات لويتهم وجمعتهم هكا بقنبة أولا ديك الساشية د الخضرة. هاد الألوان هاديك تقطعوها تردوها طويلة وتحزموا بها الطابيات أولا الزرابي. وراجلي هنا في هاد الأثناء هادي كان خرج يقلب مازال على الكراطن حيت الماعن باقي بزاف عندي في الكوزينة. مشى يزيدني شي سيكان ديال الشمال و والكراطن. إلا سمعتو شي صوت هاد راه غير ولدي عستو باش يخليني ندير المونتاج. وهنايا كانت تقريبا شي 5 د العشية عاد كنتغدى. الفطور ما قدرتش نفطر الصراحة صبحت المعدة ما شكيت عليكم كانت ضراني. فطر غير راجلي عمرت ليه اتاي قليت ليه البيض وملفاي والخبز غير شريناه راكم عارفين في الرحيل. داكشي باش انا ما جبتش معايا ولادي ما يبقاش ليا الوقت لا نعجن نطيب لا والو. صافي شرينا غير الطون العصير عاوتاني الخبز كنديبانيو باش نجمعو الرحيل حيت راجلي كان جالس في الخدمة ديك النهار باش نجمعو في نهار كلشي ونرجعو بحالنا. وهنايا درت الطون في الخبز. انا كيحمقني الطون ديال المطيشه راجلي كيبغي الطون الزيت انا كنقول والو جيب لي طون المطيشه ايزابيل. صافي قرملت الخبيزه في البانيني وعتقت الروح ونط كملت عاوتاني الجميع. بالنسبه للكيسان ديك 2 شبكات اللي كانوا عندي في الثلاجه طوالين عمرتهم بالكيسان وكندير فوق منهم واحد الطبقه مهمه ديال الوراق باش ما يتجرحوش ولا يتهرسوا. ولا بقى ليا شي جناب خاويين كندير فيهم عاوتاني ديك الغرار في الطوال ديال الشريب كذلك عاوتاني كنغلفهم. المهم الكيسان درتهم في ديك الشبيكات جاو طوال قد هاد الكرتونة. ما عندكمش شبيكات ماشي مشكل ديروا طبقة ديال الكيسان فرشوا فوق منهم الوراق وانتم غاديين طبقة كيسان طبقة وراق وانتم غاديين اي بلاصة بانت ليكم خاوية كتعمروا. هنايا هاد البراد هذا ديال الزاج راه غلفتو مزيان وعاد حطيتو من الفوق والجناب عمرتهم عاوتاني بالكيسان. كنحاول انني نصايب الوراق مزيان يعني الا شكيت ان شي حاجه غادي تهرس كنصايب فيها الوراق. وهنا من الفوق عاوتاني غادي نزيد الوراق صافي ونسد الكرتونه وندير ليها السكوتش راه ما تهرس لكم حتى شي حاجه. وبالنسبه لهادشي ديال الزاج ما ديروش الكراطن الكبارين حاولوا ديروا غير الكراطن قد هكا صغار باش ما يجيوش تقال حيت الزاج ثقيل. وهنايا من بعد ما جمعت الحوايج كلشي جمعت ما بقات حتى شي حاجه. صافي حلينا الناموسيه اونبالينا الراس ديال الناموسيه هادو ما درناش ليهم الصراحه السلوفان ما شاطش. نصيحه البنات نعطيكم الرحيل ديما الا كنتو غترحلوا نظموا جيبوا الكراتين بزاف وجيبوا سكن ديال الشمال سلوفان. المهم البنات ويكون رحيل منظم على حساب حوايجكم ما يتكرفسوش الزاج ما يتهرش. انا كنوريكم دابا هذه الماطله حتى هي لوينها بالسلوفان واخا الله يسمح ليهم الدراري منين هزو تقطعات ليهم مع عندي انا اصلا الماطله كبيره يعني هبطت ليهم في الدروج عذبتهم هي وهذه. هذه المرايه راه حيدها درنا هنايا باش ما تهرش. كما قلت لكم في الاول التلفازه تبقى هي الاخرى باش غادي يديرها في الطوموبيل. صافي هنا الناموسيه ديال بنتي تفكات. بالنسبه للفيسات ديال النوامس درناهم في واحد الطاسه باش ما يتلفوش باش منين نرحلوا لدار جديده نبغيو نركبوهم. صافي كنلقاو كلشي مجموع في هذيك الطاسه. صافي هنا جمعنا الحوايج في سكن الشمال كما كتشوفوا وشاطوا ليا شي حوايج ودرتهم في ديك ليزار ماشي مشكل ليزار واخا يتوسخ راه غيتصب المهم الحوايج ما يتوسخوش. هذه الساشيه الخضره اللي قلت لكم قطعتها رديتها على طول وعقدت بها زرابي. ديك البونجات درت لهم قنبه. صافي هنا كندور في الدار كنشوف شنو مازال خاصو يتنظم الا بانت ليا شي كارطونه مازال فيها شي بلاصه خاويه نعمر فيها. وشي حوايج اللي غنديهم معايا في الطوموبيل بحال القربه ما صورتهاش معكم القربه عندي كبيره كتهز 17 لتر لويتها حتى هي في السلوفان ديتها معايا في الطوموبيل. ديك القصريه حتى هي غنديها معايا.
ديت معايا شحال من حاجة ما عقلتش، المهم شي حوايج اللي غيبقاو هكا غير شادين البلاصة بلا حتى حاجة درتهم في الطونوبيل. يعني بالنسبة للهوندا نخلي الحاجات اللي أساسيين يتهزو فيها بحال داكشي الصغير، الميكات، شي بانيوات صغار شي حاجة نديهم معايا في الطونوبيل. بقى غير هادشي هذا اللي كنوريكم بقى ما شاطوش ليا الكراطن، تيبغي راجلي يجي يهز الرحيل وغادي وغادي يعمر فيهم سميتو داكشي اللي بقى مصايبالو انا غير يهز ويحط في الكراطن. صافي بقات لي غير الثلاجة غادي نخويها نهز داكشي اللي غادي ندي معايا لدارنا، داكشي اللي في الفريغو واللي غيترمى يترمى. صافي خليت انايا غير السطل والشطابة والكراطة باش تسيق الدار متخوى، وهنايا شادين الطريق وراجعين فحالاتنا بعد ما سالينا الجميع ديال الحوايج تمارة. راه ما صورتش معكم كلشي صراحة، رحيل صعيب وكاينة تمارة، ولكن من بعد صافي ملي كترحلي والأمور كتبقى تقاد شوية بشوية عاود صافي كيولي روتين آخر، مرحلة ودايزة. الله يسهل على الجميع، واللي غادي ترحل لشي دار جديدة الله يجعلها عتبة مباركة مسعودة عليها وعليا وعلى جميع المسلمين يا ربي. وكان هذا هو الفيديو، انتظروا الفيديو الجاي نشارك معكم الدار اللي انا مشيت ليها. البنات الا عجبكم المحتوى ديال لا فيديو ما تنساوش تخليو لي ابوني ديالكم مع لايك وتعليق زوين، واكيد بارطاجيو القناة الا عجبكم المحتوى ديالها. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديوهات جديدة، نتمنى غير التشجيع ديالكم. وهنايا نخليكم مع هاد المنظر الجميل ديال السحاب وديال الراية المغربية، منظر اللي واعر واعر بزاف ديال السحاب والاشجار والراية المغربية. ونخليكم على خير، بسلامة، نتلاقاو مع فيديو اخر.